السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ديالكم ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي نحضر فيه معكم صابلي كيجي رائع، كيجي زوين بزاف، لا في الشكل ديالو ولا في المذاق ديالو، ويحمر لك وجهك مع ضيافك. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. بسم الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، اي مارغرين خاصه بالحلويات، يعني الزبده ديال التوراق. كنزيد عليها شويه ديال الملحه، وكنزيد عليها كاس ونص ديال السكر سنيده اللي طحنته. ما كنطحنوش حتى كيولي بودره بحال السكر كلاصي، وانما كنطحنو شويه غير باش كيتهرمش غير واحد شويه، باش كيسهل عليا انه كيذوب دغيا وكيسهل عليا الخدمه. صافي من بعد كنخلط حتى كتندمج ليا الزبده مع السكر سنيده، وكنحاول انني ندخل داك السكر سنيده كامل في الزبده ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد كنزيد عليهم كاس ونص ديال الزيت النباتيه، وكنخلط مزيان هاد المقادير حتى كتندمج ليا، وكندخل الزيت في المقادير ديالي كامله. من بعد كنزيد 3 البيضات وكنخلط مره اخرى مزيان، يعني اي مكون كنضيفو كنخلطو مزيان حتى كتندمج ليا المكونات. وكنزيد عليهم معلقه كبيره ديال الجليكوز الا كانت عندكم، الا ما كانش عندكم ماشي ضروري، غير انه الجليكوز كيحافظ لينا على القرمشه ديال الصابلي لمده طويله. وكنزيد معلقه صغيره ديال النكهه ديال البرتقال. تقدروا ديروا نتوما النكهه اللي بغيتوا، الا ما كانش عندكم حتى شي نكهه ديروا غير الفاني، يعني على حسب الذوق ديالكم، على حسب كل واحد شنو كيبغي. وكنخلط مزيان هاد المكونات حتى كيندمجوا ليا. وكنبدا نزيد في الدقيق، كنزيد 2 كيسان ديال الدقيق. وبالنسبه للدقيق كنبداو نضيفوه بالتدريج، يعني هنايا انا كنضيف 2 كيسان وكنخلطهم. عاد كنبدا نزيد مره اخرى دقيق. ومنين كنضيف الدقيق كنعجنش العجينه ديال الصابلي، وانما غير كنجمعها وصافي. كما كتعرفوا العجينه ديال الصابلي ما كتبغيش انها تدلك، كنبقى نجمع غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي بهذا الشكل هذا. ما كنحاولش انني ندلكها اولا نعجنها مزيان، يعني غير كنجمع وصافي. من بعد ما زدت 7 ديال الكيسان ديال الدقيق، كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، يعني الكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب الحجم ديال البيض وحتى على حسب النوع ديال الدقيق اللي كتستعملوا. انا خدت ليا هنايا العجينه ديال الصابلي ديالي 8 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق. يعني كما قلت لكم نتوما الكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا. كتبقاو تضيفوا الدقيق بالتدريج، يعني ما تضيفوش في مره، حتى كتجمع ليا العجينه ديالي وكتولي عندي العجينه ديالي بحال القوام هذا، يعني ما كتكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما كتكونش رطبه بزاف. ها نتوما كي كتشوفوا العجينه ديالي كيفاش كتكون، يعني العجينه ديالي ما خصهاش تبقى كتلصق ليا في يديا بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي خدت ليا انا كيلو ديال الدقيق. صافي كنقسم العجينه ديالي لثلاثه ديال الاجزاء وكنديرها في واحد البلاستيك غذائي وكندخلها للثلاجه اولا المجمد. يعني تقدروا تخليوها 6 سوايع في المجمد اولا تقدروا تخليوها ليله كامله غير في الثلاجه، يعني على حسب الثلاجه ديالكم اولا المجمد ديالكم. ضروري ان العجينه ديالكم خصها تبرد مزيان عاد باش تخدموا بها، باش ما تعذبكمش في الخدمه. وصافي من بعد ما بردت ليا العجينه ديالي، هانتوما كي كتشوفوا كي كتولي قاصحه، كنديرها في 2 بلاستيكات وكنطلقها مزيان بالمدلك. وضروري انكم تبقوها ما بين 2 بلاستيكات باش تسهل عليكم الخدمه. وهانتوما كي كتشوفوا العجينه ديالي كيفاش كتكون، ما تخافوش منها واخا تشوفوها غاديه تفرقع من الجناب، ما تخافوش منها، هي هكا كتكون العجينه ديال الصابلي بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما طلقتها مزيان، يعني ترققوها على حسب نتوما اللي بغيتو، يعني واش بغيتو الصابلي ديالكم يجيكم رقيق بزاف اولا بغيتو الصابلي ديالكم يجيكم هو هذاك. انا هنايا درت حجم متوسط. من بعد ما طلقت العجينه ديالي كندوز كناخذ واحد الطابع، انا هنايا استعملت الطابع ديال القلب. صافي كنقطع بهذا الشكل هذا. وضروري ان الطابع ديالي كنديرو في شويه ديال الدقيق وكنسنسو مزيان من داك الدقيق. عاد كنبدا نقطع باش العجينه ديالي ما كتلصقليش الطابع ديالي. صافي من بعد ما قطعت العجينه ديالي كامله كنغطيها بواحد بلاستيكه اخرى وكندخلها للثلاجه اولا المجمد واحد 5 دقائق اولا 10 دقائق حتى
تولي العجينه ديالي كتبرد مزيان. عاد باش كنحيدها صافي منين دخلت العجينه ديالي الاولى المجمد كندوز كنطلق الجزء الثاني ديال العجينه ديالي بنفس الطريقه اللي طلقت بها الجزء الاول، وكنبدا نقطع مره اخرى الطابع الدائري. هانتوما كي كتشوفوا كندير الطابع ديالي بشويه ديال الدقيق ومن بعد كنسوسو من داك الدقيق وكنبدا نقطع. بالنسبه لهذا الجزء هذا فغادي ندير نقطع بجوج جهات ديال الطابع ديالي، يعني الجهه اللي فيها الحفيره والجهه اللي ما فيهاش. كما شفتوا معايا في الجزء الاول ما درتش الوجه اللي كتكون فيه داك الحفيره. صافي من بعد ما كنقطع واحد الكميه ديال الجزء اللي ما فيهش الحفيره كنقلب الطابع ديالي وكنقطع نفس العدد بالجهه الثانيه ديال الطابع اللي فيه الحفيره بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. ومن بعد كنغطي العجينه ديالي بلاستيكه وكندخلها المجمد كما قلت لكم، نفس العمليه اللي درت مع العجينه الاولى. من بعد ما دخلت الاشكال ديالي بجوج المجمد كندوز الشكل الثالث وكان نفس الشيء كنديرو مع الجزء الثالث، كنطلقو مزيان بالمدلك وكندوز كنقطع بهذا الشكل هذا. يعني انا استعملت هنايا الطابع المربع كما قلت لكم في الاول، فانا غادي ندير 3 ديال الاشكال من هذه العجينه هذه. تقدروا نتوما الا بغيتوا تقدروا ديروا شكل واحد يعني على حسب كل واحد شنو كيبغي، ولكن هاد 3 ديال الاشكال كيجيو رائعين بزاف في الشكل ديالهم. ومن بعد ما كنقطع من بواحد الجهه ديال الطابع كنقلب الطابع ديالي بنفس الشكل اللي استعملت في الجزء الثاني. كنقلب الطابع ديالي وكنقطع من الجهه الاخرى. ضروري انني الطابع ديالي كنرشو بالدقيق باش ما كتلصقليش العجينه ديالي. ونفس الحاجه كنديرها حتى مع هذا الجزء هذا، كندخلو حتى هو المجمد حتى كيبرد. وصافي من بعد ما برد ليا الشكل الاول ديال القلب كنجبدو من المجمد وكندوز نحيدو وكنستف الشكل ديالي الاول في لاطه ديال الفران فرشه بورق الزبده. ماشي ضروري انكم تفرشوا الورق الزبده، يعني الصاب اللي فيه الزبده فهو ما كيلصقش في لاطه ديال الفران. ومن طبيعه الحال داك الزوائد ديال العجينه كنعاود نجمعهم وكندخلهم للمجمد او للثلاجه حتى كنعاود نخدمهم مره اخرى. من بعد ما استفت الشكل ديالي الاول في لاطه ديال الفران كندخلها للفران مسخن على درجه حراره 180 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيطيب ليا الصابلي ديالي وكيتحمر. يعني العافيه ضروري انها تكون مهيله. الا كان الفران ديالكم كيسخن بزاف فديروا 170 درجه. فبالنسبه ليا انا الفران ديالي الحراره ديالو كتكون متوسطه فدرت 180 درجه من الفوق ومن التحت. صافي من بعد ما دخلت الشكل ديالي الاول الفران يطيب كندوز للشكل ديالي الثاني وكنخرجو من المجمد. كنحاول انني نحيدو وكنستفو في لاطه ديال الفران بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما استفتو في لاطه ديال الفران كناخذ واحد الكيردون اولا انا خديت واحد القطيب ديال الشوا ديال الخشب كنخوي داك الحفيرات بهذا الشكل هذا وصافي كندخلو للفران بنفس الطريقه اللي دخلت الشكل الاول. وفاش كيطيب ليا الشكل الثاني كندوز للشكل الثالث بنفس الطريقه كنستفو في اللاطه ديال الفران وكندخلو حتى هو الفران بنفس الطريقه اللي دخلت بها الشكل الاول مسخن على درجه حراره 180 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر ليا الصابلي ديالي. صافي من بعد ما طاب ليا الصابلي ديالي هانتوما كي كتشوفوا كيفاش كيجي محمر. وكندوز دابا الطريقه ديال التزيين. كناخذ 3 المعالق كبار ديال الناباج كنزيد عليهم معلقه كبيره ديال الجليكوز وكنديرو في واحد الكاسرونه اللي كندير فيها الماء بهذا الشكل هذا بحال كما كنديروا الحمام مائي. وكندوب داك الجليكوز مع داك الناباج حتى كيتخلطوا ليا مزيان وما كيبقاش داك الجليكوز باين وكيولي عندي الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. صافي كنحطو دابا في الجنب وكناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها قيمه واحد الكاس ديال كونفيتير ديال الحلويات كنزيد عليه 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده وكنخلط مزيان وكنخليه حتى كيبدا يطبخ ليا الكونفيتير ديالي وكنزيد عليه نص معلقه ديال نكهه ديال البرتقال وكنخليه حتى كيطبخ ليا الكونفيتير ديالي مزيان باش كيتحيد منه داك الماء حتى كتشوفوه بدا كيطبخ مزيان وكيتلصق لكم في الجناب عاد باش تطفيو عليه البوطه. صافي من بعد ما كنطفي البوطه على الكونفيتير ديالي كندوز باش كنزين الصابلي ديالي. كنبدا بالشكل الدائري كناخذ الجزء اللي فيه الحفيره كندهن مزيان الوجه ديال الشكل ديالي بالناباج اللي خلطته مع الجليكوز وكندوزو في كاوكاو كونكاستي وكنحطو في واحد اللاطه اولا في واحد البلاطو وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الشكل الدائري اللي فيه داك الحفيره كامل. وصافي من بعد ما كنسالي الشكل ديالي الاول كندوز للشكل ديالي الثاني المربع كندهن غير النصف ديالو بالناباج بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. كندهن واحد الكميه ديال الشكل ديالي
وكنحطو في كاوكاو كونكاسي حتى كندهن واحد الكميه عاد باش كندوز الشكل ديالي في كاوكاو كونكاسي بهذا الشكل هذا. يعني هذا الشكل هذا كندير كندهن له غير النصف كما كتلاحظوا معايا، وكنستمر حتى كنسالي الشكل ديالي كامل المربع. كنزين غير الجهه اللي فيها داك الحفيره في الوسط. صافي من بعد ما ساليت كندوز عند داك الكونفيتير اللي وجدت، كنزيد عليه واحد المعلقه ديال الجليكوز ما حد هو مازال سخون، وكنخلط مزيان حتى كيذوب ليا داك الجليكوز وكيتخلط ليا مع الكونفيتير ديالي. وضروري انكم تخدموا بالكونفيتير ما حد هو مازال سخون. وكندوز باش كنلصق به الشكل ديالي المربع بهذا الشكل هذا. كندهن الوجه اللي ما فيهش الحفيره بالكونفيتير وكنلاصقو مع الجزء اللي فيه الحفيره كما كتلاحظوا. كندير شويه ديال الكونفيتير في الوسط وكندهن مزيان وكنلاصقو مع الجزء اللي فيه الحفيره كما كتلاحظوا، وكنستمر حتى كنسالي الشكل ديالي المربع كامل. صافي من بعد ما لصقت الشكل ديالي المربع بهذا الشكل هذا كندوز باش كنزينو بخطوط ديال الشكلاط اللي ذوبته في حمام مائي ودرتو في واحد البوش باش كيسهل عليا الخدمه بهذا الشكل هذا. يعني نتوما تقدروا ديروا كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، يعني تقدروا ديروا هاد الخطوط بالشكلاط الابيض او لا بالشكلاط الاسود او لا على حسب اللي بغيتو نتوما. انا استعملت هنايا الشكلاط الاسود درت به خطوط بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما ساليت كندوز كنعمر شويه ديال الكونفيتير في واحد البوش وكنعمر به داك الحفيرات. وصافي من بعد ما ساليت الشكل ديالي المربع كندوز للشكل الدائري وكناخذ داك الكونفيتير اللي بقى ليا كنزيد ليه شويه ديال الملون الاحمر. يعني تقدروا ديروا هذيك العمليه كتبقى اختياريه. انا ضفت له شويه ديال الملون الاحمر للكونفيتير. من طبيعه الحال الكونفيتير الا كان بارد كنسخنوا واحد شويه عاد باش كنزيد ليه داك الملون الاحمر. كتبقاو تضيفوا ملون شويه بشويه حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتو، وكنخلط مزيان حتى كيندمج ليا داك الملون الاحمر مع الكونفيتير. وكندوز باش كنلصق به الشكل الدائري. كندير شويه ديال الكونفيتير في الوسط في داك الجهه اللي ما فيهاش الحفيره وكنلصقوا مع داك الجهه اللي فيه الحفيره بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. كناخذ داك الجزء اللي ما فيهش الحفيره كندير فيه شويه ديال الكونفيتير في الوسط كندهن مزيان وكنلصقو مع الجزء اللي فيه الحفيره اللي فايت ليا زينته بالكاوكاو كونكاسي. وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الشكل ديالي الدائري كامل. صافي من بعد ما ساليت الشكل ديالي كامل لصقته مع بعضياته كناخذ داك الكونفيتير اللي شاط ليا وكنعمرو في واحد البوش وكنعمر به داك الحفيرات ديال الشكل ديالي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. انا داك الكميه ديال الكونفيتير جاتني هي هذيك في هذه الوصفه هذه، يعني كاس ديال كونفيتير كفاني باش انني نلصق به داك الصابلي ديالي كامل وانني نزين به داك الاشكال ديالي بجوج. وبالنسبه للشكل ديالي ديال القلب فكنستعمل فيه الناباج ما كنحتاجش ليه الكونفيتير. وصافي من بعد ما زينت الشكل ديالي المربع والشكل ديالي الدائري صافي كنستفهم في واحد اللاطه بهذا الشكل هذا وكنخليهم في الجنب وكندوز كنزين الشكل ديال القليب. حتى هو كناخذ واحد القليب كندهن الوجه الداخلي ديالو بالناباج وكنلاصق وحده على وحده بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنكمل بنفس الطريقه كندهن الوجه الداخلي ديالو بالناباج وكنلصقوا وحده على وحده حتى كنسالي الكميه ديالي كامله. صافي من بعد ما ساليت التلصاق ديال القليب كناخذ الشكلاط الاسود اللي ذوبته في حمام مائي وزدت له واحد المعلقه كبيره ديال الزيت كنغطس فيه النصف ديال القليب بهذا الشكل هذا. كنحاول انني نزين فقط النصف ديال القليب وكندير عليه نصف ديال القرقاعه بهذا الشكل هذا. كناخذ القرقاع كنقسمو على جوج وكنديرو. وصافي من بعد ما غطستو في الشكلاط ودرت عليه واحد النصف ديال القرقاعه كنديرو في واحد لاطه مفرشه بورق الزبده باش الشكلاط ديالي ما كيلصقليش في اللاطه ديالي. وكنستمر بنفس الطريقه كنزين النصف ديال القليب بالشكلاط الاسود وكندير عليه واحد النصف ديال القرقاعه وكنديرو في لاطه مفرشه بورق الزبده حتى كيجمد ليا داك الشكلاط وكيشد راسو وكتلصق ليا داك القرقاعه على الشكلاط. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الشكل ديال القليب كامل. وها هو الشكل ديال القليب بعد ما
زينته كما قلت لكم. كنديرو في واحد لاطا مفرشه بورق الزبده وكنخلي داك الشكلاط حتى كيجمد ليا وكتلصق ليا عليه داك الكركاعه وما كيبقى ليش داك الشكلاط دايب. يعني كتدخلوه للثلاجه حتى كيبرد لكم، اولا تخليوه الا كان الجو بارد دغيا كيجمد داك الشكلاط وصافي. من بعد ما ساليت التزيين ديال الاشكال ديالي كامله فهما كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو رائعين بزاف في الشكل ديالهم ولا في المذاق ديالهم. هانتوما كما كتلاحظوا معايا كيفاش كيجيو رائعين بزاف، يعني غادي يحمروا لك وجهك قدام ضيافك. والصابليت ديالي كيجي مقرمش وفي نفس الوقت كيجي هشيش وكيجي لذيذ بزاف. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده.